السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في قناتي، لا تنسون اللايك والاشتراك ويلا نبدأ الفيديو. اليوم بسوي معكم اللي هو خلطة القهوة، وحلو انه نسوي اعداداتنا في البيت عشان الكل يكون ايش على ذوقه، تكون القهوة على ذوقنا، عشان ايش نضيف اللي حنا نبغاه واللي يعني نبغى نكثر، نبغى نقلل، نشوف ايش اللي يناسبنا. حاليا انا احتاج اللي هو فنجان ونص تقريبا من الهيل المطحون، لكن ما عندي الا هذا حب، وصراحة قديم يعني، فقلت كيف ما راح اطحنه، خلاص بخليه. بس اذا جيت اسوي القهوة ممكن اغسل منه حبتين ثلاث واحطه في البريق وهو يفوح يعني، وهي تطبخ على النار بحط منه. بس قلت كيف الخلطة نفسها ما راح احط، ليش؟ لانه قديم. قلت انتظر احد اجيب جديد، وبرده باخذ عدل وباخذ مطحون. مثل عندكم هنا شو اسمه هذا القرفة، قصدي المسمار اللي هو القرنفل، اخذت منه مطحون وعدل، وحتى هذا شريت منه مطحون وعدل اللي هو القرفة، اللي هي الاعواد يدي وانا افتح هذا، شوفوا حتى يعني كبيت شويه، صبغت يدي من اللي هو الزعفران، الله يكون بالعون. ما ادري كيف بغسلها. المهم، فانا حاليا هو الخلطه المفروض نبتدي بالهيل اللي هو فنجان ونص. انا ما راح احط، ليش؟ لان اللي عندي قديم، فبنتظر لحد ما اشتري بعدين اضيف لها. بس حاليا اذا جيت اطبخ باخذ يعني كذا كم حبه، 5 حبات، اغسلهم كذا بالمويه واحطهم، لان مثل ما قلت لكم قديم. لو انه كويس يعني او جديد او كذا، انا شفته زي اللي متفتح قلت خلاص ما ابغاه، ولا كان طحنته وحطيت، والمطحون عندي خلص، ما باقي عندي الا من الحب. طبعا انا احبه عشان اللي هو في سلق الاكل، يعني اللحمه والدجاج وكذا، يوخر اللي هو الزفاره ما زفاره، عشان كذا اخذ العدل. ولا عاده اخذ للقهوه اخذ المطحون، مثل يعني العده هذه الاشياء، يعني ممكن اخذ منها حب، يعني مثل هذا اخذ منه اللي هو الحب حق سلق الاشياء، وحتى هذا اللي هو القرنفل اخذ منه الحب عشان سلق الاشياء. بس حق القهوه افضل مطحون وجاهز، يعني نفك نفسنا بلا ما حنا نقعد نطحن يعني. انا المطحنه موجوده وكذا، بس الله يكون بالعون. هنا بناخذ من هذا 4 فناجيل اللي هو الحليب البودر، ابتدي فيه بما ان الهيل شو اسمه ما نبيه. كم حطيت الحين انا؟ بعيد بشوف التصوير كم بعد كم واحدة. يلا نكمل. حطيت 3 تقريبا، لان اخ يا قلبي هذا الرابع. صايرة هالفترة يعني مرة عندي النسيان الف، عندي الذاكرة شوية ميح مرة ميح. فالحين بنكمل اللي هو قلنا هذا وهذا. يلا نكمل بعد نفس الحركة. شوي جاتني الذاكرة المعدومة. وبحط الحين اللي هو من الزنجبيل، بحط تقريبا نص الفنجان زنجبيل، تقريبا 3 ملاعق صغيرة ذي. شيل منها شوية، شوف كذا نص الفنجان، شوف كذا تقريبا نص الفنجان اللي هو زنجبيل. هنا بالنسبة لهذا اللي هو القرنفل اللي هو المسمار، راح يكون كام؟ تقريبا مو نص، اكثر من نص بشوية. بسم الله. وحاليا نص، نزيد شوية بس للي يحبون المسمار. طبعا اللي ما يحبون المسمار كثير خلوه نص، عشان يصير نص قرفة ونص مسمار ونص زنجبيل. اللي يحب مسمار أكثر يزيد شوية. أنا زدت شوية لأن الخلطة قبل صراحة أنا كنت مخليتها نص، بس حسيتها مرة قليل. فالحين بناخذ اللي هو القرفة. والله يديني مخليته بكيس، المفروض إني أشيل الكيس لأن هذا أساسا يعني زجاج وحلو مناسب للبهارات، المفروض إني أشيله. بس لاحظت إنه هالملاعق لأن مر عليها شوية وقت وهي بالعلب مش مناسبة، يبيلي أخذ من اللي هو حديد، ما حديد يعني الملاعق العادية، عشان أحط في البهارات، لأن إذا مر عليها وقت ممكن تنكسر هي بروحها. أنا في أشياء أنا كسرتها، بس في أشياء ما أدري كيف
هي تنكسر. هنا نص. طيب نص الفنجان اللي هو قرفة. يبقى كذا يعني ايش حطينا؟ 4 حليب بودر ونص من كل حاجة، اللي هو الزنجبيل والمسمار والقرفة. المسمار اللي هو القرنفل نص. اللي تحب زيادة هذا نحط منه 3/4، نزيد شوية. اللي هو المسمار نزيد منه شوية. الهيل ما حطيت، ليش؟ لأن اللي عندي قديم، ولا المفروض فنجان ونص يعني زيادة. وممكن نضيف شوية بوقت الطباخ بعد اللي يحب الهيل كثير. الحين اللي هو إيش، ملون الطعام اللي بس يناسب، يكون يناسب القهوة تقريبا كذا، بس عشان ما أبغاها كثير، يعني ملعقة صغيرة كذا، يعني مو رشة لأن الكمية شوي كبيرة. لو كمية صغيرة حق طبخة واحدة رشة، بس هذا يعني هنقول تقريبا مقدار ذي الملعقة الصغيرة ممسوحة. طيب بحطه. طيب انزل لا يبقى شيء. هنا عندي اللي هو زعفران جاني نقصه وعليه مدح وحوسه، ف كنت بحط لنا نفس الحركة. الزعفران عندي مخلص هاليومين، كل شيء خلص، لأن الغلاء مو هو بصاحي، الغلاء بزيادة. يعني أنا صراحة ما أحب في بعض المقادير أو بشكل عام يعني المأكولات، المقادير، البهارات كذا أحبها تكون يعني متوفرة عندي وفي كمية، عشان على راحتي. ممكن أسوي خلطة، ممكن أسوي طبخة، ممكن أسوي شيء، فأحب إنه يكون عندي كمية صراحة. لكن بسبب الغلاء قمت أسوي أقلل كثير. فحطيت تقريبا الزعفران كله، عشان قلت منها تجربة، منها عاجبني صراحة. المفروض مثل ما قلت لكم هيل. المهم نخلط هذا كله. بيكون كيف هنا هذه القهوة العادية، يعني قهوة سادة، قهوة عربية سادة مطحونة. أخذتها جاهزة طبعا، مطحونة، ما طحنتها أنا، محموسة، اللي هي الحمسة الخفيفة. الريحة مرة لا أحكي لكم، مرة طلعت الريحة. يعني نسوي هذه الخلطة بدل ما نشتريها من برا تكون جاهزة. ليش؟ لأنه ممكن هم يحطون المسمار صراحة كثير، فأنا أحب أخفف مسمار. هذا اللي خلاني ما أحب الخلطات الجاهزة بسبب كذا. يا إن المسمار يكون كثير، يا إن الزعفران يكون قليل. أنا الحين لو لاحظت تقريبا هو المفروض إيش، ملعقة زعفران تقريبا. مليت هذه أنا ما قستها، لكن مليتها تقريبا ملعقة كاملة من الزعفران هذا الصحيح، يعني الخيوط، وشوية من الزعفران البودر. وهذا شوف مكتوب عليه ملون طعام القهوة العربية. وممكن هذا مش مكتوب عليه، مش مكتوب نفس الحركة، زعفران ريحة مطحون، كله نفس الشيء. طيب وممكن وقت الطباخ يعني على هذه ممكن نضيف شوية زعفران أو شوية هيل، اللي يحب طبعا، اللي يحب، أو مثلا اللي بيطبخ هذه بروحها. بس أنا كيف بخلط هذه مع هذه، الحين بوريكم المقدار إيش كثر إيش أخلط. أنا مشكلتي كبيت هذه هنا على طول، ما قست كم فنجان، بس بقيس هذه بالأول. بجيب صحن ثاني الحين وقيس هذه. هو من هنا من القهوة العادية يعني، بس محموسة ومطحونة بس بدون إضافات، ناخذ منها 4 فناجيل ونحط عليها فنجان من الخلطة هذه اللي أنا سويتها الحين. بس أنا بخلط الكميات كلها مع بعض تقريبا، عشان إذا جيت أطبخ بردة أغلي الموية. ممكن أحط الفنجان في الدلة وأغلي عليه ماي وأصبه مباشرة، اللي هي اسمها زل يعني بغير طبخ، أو إني أحط الركوة على النار وأحط الموية يغلي، بعدين أحط فنجان القهوة وخليه يغلي شوية وبعدين أصبه في الدلة. بشوف لي شيء علبة أحط فيه عشان أبغى أقيس كم فنجان يصير هذا وأسوي الخلطة. جهزت الخلطتين، هذه بدون خلطة بس لسه بخلطها بهذه، بحطهم هنا بس شوي مو قاعدة أصور فيه لأنه يعكس. نحطه بعد هذا. نشوف نقول من هنا 4، خلنا أعد وياكم. 1 2 3 4، بيكون من هنا 1
نخليه شوية مليان، 1 مليان. بيكون هنا حطيناه ونخلطهم كذا مع بعض. هنا تكون قهوتنا جاهزة ومخلوطة، ناخذ منها على حسب الدلة، الدلة كبيرة أو صغيرة أو الكمية اللي احنا نبغى نسويها. نبغى نسوي شوية، نسوي كثير، شوية فنجان، كثير فنجالين، اللي هو الفنجان هذا نحطه اللي هو في الركوة، وإذا غلى الموية نحط فنجان من هذا ونخليها تغلي كذا، يعني دقيقتين 3 4، يعني مو كثير. أنا ما أحبها تطبخ كثير، في ناس يحبونها تطبخ كثير. اللي تطبخ كثير لو حطينا القهوة لوحدها أفضل إنها تطبخ شوية كثير. بس هذه ما تحتاج تطبخ كثير، بعد ما المي يكون مغلي خلاص غلى الموية، فكذا تكون شكلها وريحتها الخرافية. طبعا أنا لما بطبخها مع هذا، انكسرت علي الملعقة، بطبخها مع هذا حب ما طحنته ولا أبغى أطحنه. إذا شريت مطحون بضيف عليها، أو خلاص يمكن ما أضيف، خلاص يمكن ذا، لأنه لازم يكون على الخلطة كاملة. لو استخدمت ذي كاملة بحط عليها، لو ما استخدمتها كاملة لا ما ينفع أحط، خلاص بضيف مع الطباخ بس. خلنا أكمل الحين وأشوف لي علبة أحطها وأسوي لي أحلى قهوة وأشاركها معكم. الحين بخلطها وجلست أدور بالعلب، صراحة ما حصلت، يعني ما في إلا علبة الشوفان هذه، أوريكم إياها بس. هذه اللي هو فيها، طلع فيها شوية، يعني تقريبا مقدار أقدر أسويه مرتين، فبما أنه مو مرة واحدة أنا قلت أنا بحطه في شيء، بس خلاص بحطه بهالعلبة هذه بلاستيك. وأفضل نحطه في قزاز مش بلاستيك، مثل برطمانات هذه القزاز اللي وريتكم ذيك المرة. بس هذه صراحة ما أخذت إلا 2 الله يهديني وحطيت فيهم المكسرات، فبخليه حاليا في العلبة البلاستيك هذه، بما أنها أساسا فاضية. هذه يعني حقت المواعين، يعني أحط فيها أكل مع أكل، أو مثلا فاكهة لو قطعت بحط بالثلاجة أو شيء، هذا اللي أحط فيه ذولي. بس حاليا بحط فيها القهوة مؤقت صراحة، هو أفضل قزاز مثل ما قلت لكم. بس بما أنه ما عندي قزاز اللي هو زجاج، فباخذ بخليه في البلاستيك عبال ما أجيب وحدة قزاز وأحط فيها ونسوي قهوتنا الحلوة. شموا الريحة خرافية. أنا حطيتهم بعلب، يعني على قولتهم تصبيرة، علب تصبيرة. هنا القهوة المخلوطة، وهنا لسه الخلطة اللي بروحها، يعني هذه نخشها بعدين إذا شرينا قهوة نخلط فيها. لسه ما زليت القهوة، بس حبيت إني إيش أستخدم. عندي فناجيل جديدة بصب فيها، لسه بزلها وأغسل ذولي بالموية وأصبها وأوريكم. جهزت قهوتنا. طبعا هنا صبيت لأنه زاد على مقدار الدلة صغيرة، يعني ترى مو من كبرها. أوكي، أنا كنت حاطة اللي هو 3 أكواب على فنجان من القهوة، فصارت شوي ثقيلة. يعني حلو إنه نخفف شوي من الفنجان، خلينا نقول 3/4 الفنجان، يعني خلينا نقول نص ملعقة لكل كوب، قصدي لكل كوب موية نص، أو نص الفنجان أو ملعقة طعام واحدة. أنا بجربها. طبعا هذا زاد من الكمية، ما قلت لكم الدلة صغيرة لأني سويت 3 أكواب، يعني تقريبا الدلة 2.5 كوب، يعني تقريبا نص الكوب. فبجربها. لو كاتب لي بعد هاني وعافية، يا سلام، باكلها مع أحلى حلا وأحلى قهوة من يديني الحلوة. وجربوا خلطتي إن شاء الله تعجبكم. هذه تناسب اللي يعني ما يبون اللي هو كوفي ميت عشان مواد مصنعة. هذا أفضل يكون شوي طبيعي أكثر، تصير القهوة طبيعي، لونها طبيعي أكثر. طلعت لكم برا عشان أوريكم لون القهوة مع إضاءة الشمس، يمكن انها تكون كذا واضحة. طبعا ما عليكم من يدي كلها متلونة زعفران. المهم لا تنسون اللايك والاشتراك، وسلام. أهم شي هاني وعافية.